مانشستر يونايتد يفوز على الارسنال 3-2 في قمة الدوري الانجليزي في مباراة رائعة جدا من قبل مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد. شكلنا كده هنشوف الشياطين الحمر يعودوا للدوري الانجليزي من اول وجديد على ايدين مايكل كاريك، ولكن المباراة كانت غريبة جدا. ارتيتا من اهم مميزاته اللي بتعجبني فيه ان هو اكتر مدير فني بيعرف يقرا الملعب، بيعرف يقرا تحركات اللعيبه. دايما هتلاقيه بيغير في ادوار اللعيبه في قلب الملعب بسبب ايه؟ فكر المدير الفني اللي قدامه. طب النهارده مايكل كاريك كان معتمد على العمق في كل لعبه. الجون الاول جابه من غلطه من المدافعين، التاني والتالت تسديدتين من بره خط ال 18، واضح جدا ان هو معتمد على الطريقه ديت. طيب ارتيتا قاعد على الدكه مش عارف يقرب المدافعين شويه، مش عارف يلعب مان تو مان، ليه ما سلمش المان لكل لعيب معاه المان بتاعه؟ النهارده لعيبه اليونايتد بتلعب بحريه كبيره جدا. الجون الثاني اللعيب شاط الكوره مفيش اي ضغط خالص، ولا الجون الثالث نفس الطريقه. مش عارف بصراحه، هل بقى ارتيتا خانه التوفيق؟ هل ما كان متخيل ان هو هينزل يكسب بسهوله؟ مانشستر يونايتد بقى فريق تقيل وبقى فريق مرعب. ارسنال بقاله كام سنه على نفس المنوال، دايما كده لغايه يجي في الاواخر ويقع ويضيع النقط منه. طب دلوقتي الفرق ما بينه وما بين السيتي اصبح 4 نقط، يعني لا قدر الله لو خسر ماتش تاني او اتنين السيتي هيركب وهياخد الدوري. عموما انا من كل قلبي اتمنى اللي ياخد الدوري يا الارسنال يا مانشستر سيتي. اتمنى ان عمر مرموش يتحسب له الدوري الانجليزي وما يمشيش السنه دي من مانشستر سيتي.